أن صالح بن منصور نفزي من أهل البلد، ودليلنا على هذا الشيء واحد المصدر قوي جدا. بنو صالح لأسباب سياسية معروفة كانوا كيدعيوا حتى هما في حالهم في حال جميع الأمازيغ في القرون الوسطى كيدعيوا النسب المشرقي. أشنو اللي خلى صالح بن منصور يتجرأ ويقرر فجأة تأسيس إمارة؟ علاش في هذه الحملة الخليفة الوليد بن عبد الملك سطر بعض الخطوط الحمراء اللي ما خاصش موسى بن نصير يتجاوزها، ومنها إمارة النكور، وربما حتى إمارة يوليان الغماري. أشنو غادي يخلي خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك يدعم نفزي بربري من أبناء بلاد طنجة في تأسيس إمارة، ويدعموا أمام واحد من أهم الولاة ديالو اللي هو موسى بن نصير؟ مع من تلاقى صالح بن منصور في إفريقيا وخلاه يرجع للمغرب وهو كل ثقة في تأسيس إمارة في النكور. شكون هو الشخص اللي كان عبد الملك بن مروان كيسمع ليه في موضوع صالح بن منصور؟ أشنا هي العلاقة بين هذا الشخص وصالح بن منصور وبالنفزيين والمغاربة عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالح بن منصور مؤسس إمارة النكور، بزاف ديال الروايات كتقول أنه حميري يمني، وعلى رأسها كتاب ابن خلدون. هاد الروايات اللي كانت تتنقل من مصدر واحد مكتوب فقط. الحقيقة اللي ما فيها شك واللي كتب الرواة حرفاتها وشوهاتها هي الحقيقة اللي غنسمعوها من عند السكان المحليين أنفسهم في القرن الثالث الهجري، وهي أن صالح بن منصور نفزي من أهل البلد. ودليلنا على هذا الشيء واحد المصدر قوي جدا هو كتاب البلدان لليعقوبي. اليعقوبي اللي زار مشارق الأرض ومغاربها وما خلى حتى بلاصة قبل ما يكتب كتابه البلدان، وما خضع له حتى شي راوي، بل شاف بنفسه كل البلدان والقبائل. ومن البلدان اللي زارها كانت إمارة النكور، وتلاقى بأهالي البلد النفزيين وسولهم أشنو قالوا لي على صالح بن سعيد أمير النكور اللي كان تيحكم في ذاك الوقت، يعني في القرن الثالث الهجري. تيقول اليعقوبي: ثم بعد مملكة بني محمد بن سليمان مملكة رجل يقال له صالح بن سعيد يدعي أنه من حمير، وأهل البلد يزعمون أنه من أهل البلد نفزي. هذه الحقيقة سمعها اليعقوبي من نفزيين في الريف، وهي أقدم رواية على الإطلاق في نسب بني صالح كتأكد أن أمراء النكور هم نفزيين. واللي شاف وسمع ماشي في حال اللي قرأ ونقل من الكتب. إذا داكشي اللي قال ابن خلدون وغيره مبني على ادعاء بني صالح، ادعاءهم النسب الحميري اليمني. هذا الادعاء اللي عنده أسباب موضوعية. بنو صالح لأسباب سياسية معروفة كانوا كيدعيوا حتى هما في حالهم في حال جميع الأمازيغ في القرون الوسطى كيدعيوا النسب المشرقي. وكانت موضة بين القبائل الأمازيغية أن الإنسان يقول أنا يمني حميري أو مشرقي من قبائل الجزيرة العربية، إلى درجة أن الشخص حسب الخشني القروي في كتابه قضاة قرطبة كان بإمكانه ادعاء أشرف الأنساب ثم لا يجد في ذلك مكذبا. كاين واحد النص رائع جدا للمؤرخ أبي القاسم الزياني في كتابه الترجمان الكبرى، من يتكلم على شجرة الأسرة ديالو اللي كينتسب فيها لصنهاجة. تيقول: قال الجد رحمه الله في التقييد أن السبب الحامل على رسم هذا العمود إلى صنهاج ثم إلى نوح عليه السلام ما رأيته من بعض طلبة الوقت الذين عرفنا أصولهم وفروعهم ينتمون إلى النسب العربي وهم ليسوا منه ويأنفون من الانتساب لنسبهم البربري، ويقولون أن صنهاج من حمير وهم من صميم قبائل البربر. إن زناتة البربر يرفعون نسبهم إلى القيسية من مضر وهم من صميم قبائل البربر،
وسبب انتساب صنهاجة إلى حمير دخول طائفة من حمير في البربر، كان تركهم إفريقش الحميري في مدينة قرطاجنة بإفريقية مع طائفة من صنهاجة، فلما غلب عليهم الروم وأخرجوهم من قرطاجنة توجهوا مع البربر وأقاموا معهم إلى أن انقرضوا وانقرض عقبهم ولم يبق لهم ذكر، فبقي الجهلة ينتسبون لهم ويقولون أن أصلهم حمير. هذا اعتمادهم في انتساب صنهاجة لحمير. وكيف ما قال ابن حزم في الجمهرة: وهذه جمهرة من نسب البربر، وادعت طوائف منهم إلى اليمن إلى حمير، وادعت طوائف منهم إلى اليمن إلى حمير. وكما فسر لنا المؤرخ المغربي الدكتور أحمد الطاهري في كتابه إمارة بني صالح في بلاد نوكور، أن الظروف السياسية والدينية اللي تميز بها المغرب والأندلس خلال فترة حكم الأدارسة في المغرب والأمويين في الأندلس والأغالبة في إفريقيا تميزات بإعطاء العنصر المشرقي أهمية في الحكم والسياسة. لاحظوا، الأمويين تحكموا في الأندلس وأصلهم من المشرق، الأدارسة كانوا تحكموا في المغرب وأصلهم من المشرق، والأغالبة كانوا تحكموا في إفريقيا وأصلهم من المشرق. وطبيعي أن أمراء إمارة النوكور أنهم حتى هم يدعوا النسب المشرقي. ومن الطبيعي في ظل هذه التحولات، تيقول الدكتور طاهري، أن يلتمس أمراء نوكور بعضا من المتانة لنظامهم السياسي عن طريق ادعاء النسب العربي الكفيل بجعل قمة السلطة فوق السخائم العصبية والقبلية التي انفرطت من عقالها خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، ليس بنوكور فحسب بل بمجموع ممالك العدوى المغربية، وكذا بالأندلس والمشرق الإسلامي. وتيقول الدكتور طاهري أن المؤرخين اللي قالوا أن صالح بن منصور يماني حميري هما مؤرخي الدولة الأموية في الأندلس، باعتبار علاقات الود والوفاق المتبادل. تيقول الدكتور طاهري علاقات الود والوفاق المتبادل بين الطرفين خلال عصر الإمارة. مزيان، نجيو دابا لمؤسس الإمارة صالح بن منصور، اللي بدون أدنى شك هو نفزي من بني سليطن أو بلد بطوية. بنو سليطن اللي كانوا سكان جبل أبي الحسن، وبالضبط بطن تمسامان النفزي. كيفاش أسس صالح بن منصور الإمارة ديالو؟ تيقول المؤرخ أبو القاسم الزياني: وجهه حسان بن النعمان الغساني أمير عبد الملك بن مروان بإفريقية لفتح المغرب فنزل الريف. إذن صالح بن منصور كان في إفريقية ورجع للمغرب في ولاية غسان بن النعمان، يعني بين 69 و 79 هجرية، نقولوا في سبعينيات القرن الأول الهجري. أشنو اللي خلى صالح بن منصور النفزي يمشي لإفريقية؟ إما أنه كان من سبي الأمازيغ في ولاية أبي المهاجر دينار في الخمسينيات، أبو المهاجر اللي وصل حتى لتلمسان، أو في ولاية عقبة بن نافع في الستينيات واللي وصل في الحملة ديالو على المغرب حتى البلاد المصامدة، أو أنه كان مسلم. وما تنساوش أن مغراوة المغرب سبقوا للإسلام كيف ما شفنا في حلقة مغراوة. كان صالح بن منصور النفزي كان مسلم ومشى لإفريقية باش يتعلم تعاليم الدين الإسلامي، ورجع لبلاد نفزة باش ينشر الإسلام بين القبائل ديالها في خلافة عبد الملك بن مروان. ولكن فجأة بعد وفاة عبد الملك بن مروان سنة 86 هجرية، صالح بن منصور غير الهدف ديالو من دخول الريف من الدعوة الدينية للدعوة السياسية، فاستخلص نوكور لنفسه. الخليفة الوليد بن عبد الملك اللي عوض الأب ديالو في الحكم، مني شاف أن صالح بن منصور بغى يأسس إمارة إسلامية ما عارضش الفكرة وأقطعه إياها في أعوام 91 من الهجرة. لاحظوا أنه بقى عام
على غزو الأندلس. هنا غنطرحوا أكثر من سؤال. أشنو اللي خلى صالح بن منصور يتجرأ ويقرر فجأة تأسيس إمارة؟ ما تنساوش أن القرار اتخذه هو ماشي من طرف الأمويين. الأمويين وافقوا على القرار ديالو وعطاوه الشرعية فقط. حاجة أخرى، من يرسل الوليد بن عبد الملك كتاب تعيين موسى بن نصير لإفريقيا سنة 86 هجرية، وصاه أنه ما يقربش لصالح بن منصور ويخليه في الإمارة ديالو ويتوجه لأقصى المغرب. علاش في هذه الحملة الخليفة الوليد بن عبد الملك سطر بعض الخطوط الحمراء اللي ما خاصش موسى بن نصير يتجاوزها، ومنها إمارة النكور وربما حتى إمارة يوليان الغماري. أشنو غادي يخلي خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك يدعم نفزي بربري من أبناء بلاد طنجة في تأسيس إمارة ويدعموا أمام واحد من أهم الولاة ديالو اللي هو موسى بن نصير؟ مع من تلاقى صالح بن منصور في إفريقيا وخلاه يرجع للمغرب وهو كل ثقة في تأسيس إمارة في النكور. شكون هو الشخص اللي كان عبد الملك بن مروان كيسمع ليه في موضوع صالح بن منصور؟ أشنا هي العلاقة بين هذا الشخص وصالح بن منصور وبالنفزيين والمغاربة عامة؟ شكون هذا الشخص في نظركم؟ هذا الشخص هو طارق بن زياد اليزناسني الولهاصي النفزي، ولد بلاد صالح بن منصور، ولد بلاده صالح بن منصور البطيوي المكلاتي النفزي، مكلاتة اللي هما أبناء عمومة والهاصة. طارق بن زياد اللي كان كيخطط لفتح الأندلس بالاستعانة بأبناء البلد ديالو في المغرب لأنهم أعرف القبائل بإيبيريا وهي قبائل نفزة وجيرانهم غمارة في الغرب. طارق دعم صالح بن منصور في تأسيس إمارة في المغرب عند الأمويين وخليفة المسلمين عام بعد ما تعين طارق كأمير على موريتانيا من السوس الأقصى حتى للشلف. كان أمير لموريتانيا من السوس الأقصى حتى للشلف. عام من بعد دعموا في تأسيس إمارة في بلاد النكور باش يمهد ليه الطريق ويستعن بالقبائل النفزية والغمارية في فتح الأندلس. داك الشيء علاش اتصل كذلك بيوليان الغماري اللي دعم حتى هو الحملة ديالو. أما ديك الخرافة ديال الجزائريين باش يقولوا أن غسان بن النعمان جمع جيش من 12,000 أمازيغي من الغرب الأوسط هو اللي دخل به موسى بن نصير مع طريق المغرب وبه فتح الأندلس، فهذيك خرافة فقط. لأن أقدم مصدر كيتكلم على فتح الأندلس كيكذبها. تيقول ابن عبد الحكم في كتابه ذكر فتح الأندلس، قال: ووجه موسى بن نصير ابنه مروان بن موسى إلى طنجة مرابطا على سواحلها، فجهد هو وأصحابه، فانصرف وخلف على جيشه طارق بن عمرو يعني طارق بن زياد، وكانوا 1700 ويقال بل كان مع طارق 12,000 من البربر إلا 16 رجلا من العرب، وليس ذلك بالصحيح. يعني من يوصل موسى بن نصير مع طارق لطنجة كاين اللي تيقول أنه كان مع طارق 12,000 رجل. ابن عبد الحكم تيقول بأنه هذا غير صحيح، كان معاه فقط 1700 رجل من الغرب الأوسط. نعم، طارق بن زياد فتح الأندلس ب 12,000 رجل أمازيغي، ولكن راه ماشي جاو من الغرب الأوسط، فقط 1700 رجل من المغرب الأوسط، والباقي يعني 10,300 رجل كانوا كلهم موريين. واعتمد موسى بن نصير باش يكبر الجيش ديال المسلمين على رهائن سجل ماسة من كتامة وزناتة وهوارة، وكتكلم على هادشي كتب المؤرخين، وعلى رهائن المصامدة. تيقول عبيد الله بن صالح: فأرسل موسى ابنه مروان إلى السوس الأقصى، وأرسل زرعة بن أبي مدرك إلى قبائل البربر الذين لم يأخذ حسان رهائنهم، فأخذ رهائن كتامة وزناتة وهوارة، فجمعهم مع رهائن حسان، وولى عليهم طارق بن زياد، ورجع إلى إفريقية،
وبرهائن المصامدة جاز طارق بن زياد إلى جزيرة الأندلس ففتحوها، بالإضافة لرهائن نفزة وغمارة. الغرب الأوسط جاو منه فقط 1700 رجل. واخا فين كان طارق بن زياد مني ترسل صالح بن منصور لبلاد نفزة؟ في السبعينيات من القرن الأول الهجري طارق بن زياد كان والي للأمويين على أنطابلس، يعني برقة. نصبوه الأمويين على ولاية أنطابلس بعد ما تقتل زهير بن قيس البلوي حسب ابن عبد الحكم، سنين قبل ما يتعرف على موسى بن نصير وينخرط في الجيش ديالو. إذن طارق بن زياد ما عنده علاقة بموسى، ما كانش من موالي موسى بن نصير. وبعض عقبه بالأندلس كانوا ينكرون ولاءه لموسى بن نصير إنكارا شديدا. طارق بن زياد بقى في المنصب ديالو كوالي على أنطابلس من سنة 76 هجرية، سنة مقتل زهير بن قيس البلوي، حتى لسنة 79 هجرية، يعني حوالي 3 سنين. 79 هجرية اللي هي سنة وصول موسى بن نصير لإفريقيا. وبمجرد ما تعين طارق كأمير على موريتانيا سنة 84 هجرية، قرر الوليد بن عبد الملك في كتاب تعيين موسى بن نصير اللي ما توقع حتى لسنة 86 هجرية، قرر أن موسى ما يتدخلش في شؤون إمارة النكور، وهذا حتما وبدون أدنى شك بتأثير من طارق بن زياد، لأن طارق تيعرف شخصيا وعز المعرفة صالح بن منصور النفزي ولد بلادو. واحد الحاجة مهمة كنقراوها في الكتب وما كنحاولوش نفسروها ونعرفوا المغزى منها، وهي أن طارق بن زياد ماشي هو أول أمير على بلاد طنجة، بل سبقوا شخص آخر غالبا هو القائد العسكري اللي كان على جنود المغرب الأوسط اللي دخلوا للمغرب مع موسى بن نصير، واللي ما كان غير واحد من أبناء الكاهنة. تيقول ابن عبد الحكم: وكان مع حسان جماعة من البربر من البتر، فولى عليهم حسان الأكبر من ابني الكاهنة وقربه. وتيقول ابن عذاري: أما أنت يا خالد فستدرك ملكا عظيما عند الملك الأعظم، وأما أولادي فيدركون سلطانا مع هذا الرجل الذي يقتلني. وكانت كتقصد حسان بن النعمان. ابن الكاهنة هو بدون شك اللي كيشير له نص آخر لابن عبد الحكم تيقول فيه: وهو أول من نزل طنجة، يعني تعني موسى بن نصير، وهو أول من نزل طنجة من الولاة، وولى عليهم واليا أحسن فيهم السيرة. ثم إن موسى عزل الذي كان استعمله على طنجة وولى طارق بن زياد. علاش هذا التغيير في ولاية طنجة؟ كاين سبب واحد، وهو أن الجيش الأموي في المغرب تمت الزيادة في الأعداد ديالو بالمغاربة من نفزة وصنهاجة وكتامة ومصمودة، وطبيعي أن الأمويين يعينوا في إمارة المغرب شخص من أبناء البلد وهو طارق بن زياد. طارق بن زياد ما استشرش موسى بن نصير في اتخاذ قرار فتح الأندلس، ودخلها بغير إذنه. قبائل نفزة وغمارة اللي استقرت في الأندلس ما كانت كتعرف غير ولد بلادها طارق بن زياد، وما كتعرف لا موسى بن نصير ولا الأمويين، إلى درجة أن طارق لو أمر أهلها بالصلاة إلى أي قبلة شاءها لتبعوه ولم يروا أنهم كفروا. وهذا الشيء اللي خلى موسى بن نصير وطارق بن زياد يأسوا رباطات عسكرية على طول الساحل المتوسطي، وكان منهم واحد في بلاد النكور في المجال اللي كان تابع لصالح بن منصور. ولكن كيفاش طارق بن زياد تمكن من إقناع الأمويين بضرورة عدم التعرض لصالح بن منصور، وتمكن كذلك من فتح الأندلس بدون إذن موسى بن نصير ويخلي الحملة ديالو سرية؟ كاين واحد الشخص تكلمت عليه كتب التاريخ، وكان هو الشخص اللي دعم طارق بن زياد وقوة من القرارات ديالو عند الأمويين. هذا الشخص هو مغيث بن الحارث بن الحويرث ابن جبلة ابن الأيهم الغساني. شكون هو هذا مغيث؟ هذا كان أحد موالي الوليد بن عبد الملك، وكان تربى مع بني عبد الملك في دمشق، وصاحب الوليد اللي ولا خليفة، اللي كان ولي العهد، كان صاحبه من كان ولي العهد ولا خليفة. مغيث هذا كان رسول الوليد بن عبد الملك، ارسلوا الوليد لإفريقيا
وحضر فتح الأندلس مع طارق وكان على خيله، ولعب دور مهم في داكشي اللي وقع بين طارق وموسى بن نصير، وهو اللي رافق طارق وموسى من استدعاهم الوليد لدمشق. هاد الأحداث المترابطة كلها كتبين مرة أخرى أن طارق مغربي موري، ولولا طارق بن زياد ما كانش صالح بن منصور غادي يأسس الإمارة ديالو.